هل يسقط فزاع أخيراً أم يحول لحظة القبض عليه إلى أخطر هروب في المسلسل؟ الحلقة العاشرة من دروب المرجلة لا تبدأ بمشهد عادي، بل بلحظة توتر مشتعلة. رجال الأمن يطوقون فزاع، السلاح موجه نحوه، وكل شيء يوحي أن النهاية اقتربت. لكن المفاجأة، فزاع يرفع يده وكأنه سيستسلم، يخدعهم بلحظة صمت، ثم في ثانية واحدة يسحب البندقية من العسكري، يطلق النار بكثافة، يقفز فوق الشاص وينطلق هاربا. بلاغ عاجل يصل إلى الفندم مراد: فزاع هرب واتجه نحو الصحراء. هنا تتغير قواعد اللعبة، الهروب ليس عشوائيا بل خطوة محسوبة. فزاع لا يهرب لينجو فقط، بل ليبدأ حركة جديدة أخطر من كل ما سبق. وفي خط موازن لا يقل اشتعالا، مهاوش ومجناص وشاهين يتجهون إلى المنتجع، ليس للراحة بل لوضع خطة مشروعهم القادم، مشروع قد يعيد ترتيب النفوذ في الديرة بالكامل. في المدينة تتصاعد أزمة أخرى. لطف يتعرض للضرب من جرمل رفيق مبروك، الإهانة تدفعه إلى قرار صعب، يذهب إلى أخته زهرة لا بدافع الشوق بل ليطلب المال ليسدد قيمة المخدرات. هنا تبدأ مأساة جديدة، وقد تتحول هذه الخطوة إلى سقوط أخلاقي لا رجعة فيه. أما رشة فتفجر قنبلة مدوية بطلبها الطلاق من شاهين، مواجهة مباشرة، صراع مكشوف، وكلمات جارحة تفتح جبهات داخل البيت نفسه. العلاقة التي كانت متوترة تتحول إلى معركة كرامة، ولأن النار لا تشتعل وحدها، أهل الديرة يبدأون بمقاطعة شاهين ومعاداته. السبب موقفه الرافض لمواجهة فزاع مع قبيلة الفوازع، قرار يعتبره البعض حكمة ويراه الآخرون خيانة للعرف. المفاجأة القادمة من طريق الصحراء، نعمان الإعلامي ومؤمنة ينطلقان لتغطية إعلان منتجع شاهين، لكن الرحلة تتحول إلى كابوس. قطاع طرق يعترضون طريقهما ويأسرونهم. هل هي صدفة أم رسالة مبطنة موجهة لشاهين؟ وأخيرا سدرة التي طالما تغنت بفهد تصفه بالنشمي الشجاع، صاحب الكلمة التي لا تهتز، لكن الحقيقة تصفع الجميع. لو كان كذلك لما طلقها. الصورة التي رسمتها تنهار، وينكشف التناقض بين الكلام والواقع. الحلقة العاشرة ليست مجرد استمرار للأحداث، بل نقطة تحول كبرى. هروب فزاع يشعل الصحراء، المنتجع يفتح باب التحالفات، الطلاق يفجر بيت شاهين، وأسر الإعلاميين قد يقلب الموازين إعلاميا وقبليا. السؤال الآن: هل الصحراء ستكون ملاذ فزاع أم مقبرته؟ ومن سيدفع ثمن القرارات التي اتخذت في هذه الحلقة؟ استعدوا لحلقة نارية، لأن القادم لن يشبه ما قبله أبداً.